في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. هاجر عندها 24 سنة، بتفتح السوشيال ميديا وتحس إن الكل سابقها في الشكل والنجاح والسفر والحياة المتظبطة، وتقفل وهي حاسة إنها أقل من الكل. هاجر بتقارن نفسها بناس صرفت أكتر، سافرت أكتر، عاشت مستوى مش متاح ليها. المشكلة مش بس في المقارنة، المشكلة إن المقارنة هنا بتيجي مع ضغط مادي خفي. لو كنت مكان هاجر، أول حاجة هعملها إني أقلل التعرض، مش همنع، أقلل. تاني حاجة كنت هفرق بين إني أتفرج عشان أتشجع وإني أضغط. تالت حاجة كنت هفكر في الحاجات اللي عندي مش اللي ناقصاني. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس مش كل اللي بيبان حقيقي. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.